بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده زي ما انتم شايفين كده في الفيديو بتاعنا هنعمل مع بعض العيش الفلاحي في الفرن العادي اللي هو فرن الغاز بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم على كام حاجة كده ازاي تتفادوا منها في الحر اللي احنا فيه دوت، وازاي العجين يطلع معاكم مظبوط، وازاي تقرصوه مظبوط. بصوا هتعرفوا كل حاجة في الفيديو. نخش على المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا معايا 13 كيلو دقيق اللي هم في الشكاره، دول منخولين وزي الفل. بالمنخل العياشي اللي هو يا دوبك بيشيل نسبه بسيطه من الرده يعني، مش المنخل الحرير. معايا هنا احنا بعتنا نجيب خميره بيره، اللي هي الخميره اللي مش الفوريه، اللي هي القطعه دي زي ما انتم شايفين. فانا بعت جودي جابت لي، فطبعا في المحل بيبيعوا الحته زي كده ديت ب2 جنيه في قلب ورقه كده. فانا بعت جبت ايه، تلاتة ب6 جنيه يعني. بحطهم الاول كده في طبق بلاستيك او اي طبق انت هتعجني فيه. ودي ميه فتره يعني، ولا سخنه ولا ساقعه، دافيه كده زي دمع العين علشان الخميره تتفاعل معاها. هحط بقى الميه كده وهحط الملح بتاعنا وهبتدي اقلب كل دول في بعض. طبعا انا هحتاج ميه تاني، بس انا بوريكم الاول علشان انا بجيب طبق بطبق يعني. بصوا بقى في الحر دوت مع العجين ما تكتروش ملح يعني ايه. اظبطوا ايديكوا زي ما انتوا شايفين كده. حطيت ايه يا دوبك حبة كده، اللي هو ايه على السنة زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا يعني، عشان بس الدقيق ما يبقاش ايه من غير ملح خالص، لكن ما تكتروش. دي اول نصيحة يعني. بصوا انا دوبت كده الخميرة اهي كويس جدا بالملح في المية. هبتدي بقى انا انزل بالدقيق بتاعنا واخليهم يجيبوا لي مية تاني. يعني الطبق اللي انتوا شايفينه الازرق دوت هملاه مرتين مية. دول 13 كيلو دقيق. دقيق قمح بس، ما حطيناش عليه دقيق فاخر اللي هو الدقيق الابيض، اللي هو الدقيق الزيرو، اللي هو دقيق الفينو. يعني كل دي مسميات ليه. ده دقيق قمح بس. طبعا من تاني نصيحة في الحر ده، لو انت هتعجني بدقيق قمح بس، ممكن تحط 2 كيلو دقيق فاخر عشان يربطوا شوية ويمسكوا، يعني يمسكوا شوية كده، ما يبقاش سايح منك قوي، وفي نفس الوقت ما يبقاش طري منك ويبقى ليه عرق شوية. بص انا ملول الطبق تاني اهو زي ما انتوا شايفينه. بقول لجودي ايه فضي عليا. تالت حاجة بقى، وانتي بتحطي المية اظبطي مقاديرك واظبطي معيارك. لو انتي هتعملي العجين دوت في قلب الشتاء، في الشتاء عادي هيمسك معاكي وهيظبط الدنيا مظبوطة معاكي مش هيسيح. لكن انا اشتغلت في عز الحر، فهتبصي تلاقي العجين بيطرى منك. فانت خلي بالك في الصيف ما تطريش العجين. العجين بيطرى وبيخمر بسرعة، فبيبقى روحه قصيرة زي ما بيقولوا يعني، بيخمر بسرعة وتلاقيه ابتدى يسيح منك، مش هتعرفي تتحكمي فيه. تبتدي بقى ايه تعجني زي ما انا بعمل كده، علشان لو في كلاكيع ولا حاجة في الدقيق تبتدي تفك منك على طول يعني. بص انا عمالة افك في الكلاكيع اهي، عشان اجيب من تحت لفوق ما يتبقاش ايه، ما يبقاش في اي حاجة من تحت، ولا دقيق لازق ولا اي حاجة. عشان كده بنحط المية الاول. بصوا بعد بقى ما فكيت كل الدقيق اهو، العجين زي ما انتوا شايفينه بسم الله ما شاء الله بقى ملبن معايا اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله ملبن اهو. جيبي من تحت لفوق كده عشان تدخلي فيه الهواء، وبرده لو في اي حاجه تفك منك على طول، يبقى ناعم كده وحلو. بس كده زي الفل. بصي بقى في الصيف ابقى حط، في الصيف ابقى رشرشي حبه دقيق عليه على الوش. في الصيف، في الشتاء رشرشي الميه. طبعا انا ما جاش في بالي النقطه دي، ودي كانت نقطه برضه انا وقعت فيها غلط. رشرشت ميه زي ما انا شغاله عادي طول عمري بعمل كده. بس الجو هنا حر، الجو هنا في الارياف حر جدا. طبعا سيبناه لما خمر ما شاء الله الله اكبر، ملا الطبق زي ما انتوا. انا هوريكم دلوقتي. ابتديت بقى اجيب الرده بتاعتي او النخاله او زي ما انتوا بتسموها، وارش على الصواني زي ما انتوا شايفين. وفي ناس بترش بتعمل على ورق كرتون، يعني بتجيب الكرتونات تقطعها كده وتعمل قرص قرص عليه. بصوا الطبق ده فيه حبه ميه وحطيت عليه حبه زيت، وده اللي انا هقرص بيه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. العجين خمر معايا وملى الطبق وبقى زي الفل.
هبتدي بقى اقرص واحده واحده كده وهوريكم. بس كده ببل ايدي زيت بميه زي ما انتوا شايفين. الايد ديت اللي هي مش هيلزق فيها الدقيق العجين، والايد التانية هي اللي باخد بيها العجين بحرف الطبق كده. بصوا العجين فعلا الجو حر، بصوا العجين عامل ازاي، طري جدا. طبعا هو غلبنا علشان كان طري كده، فانا برضو دي حاجات بقول لكم عليها عشان تتفادوها في الحر ده. لكن في الشتاء اشتغلوا عادي، يعني هو ده حلو جدا في الرح، بيسهل الرح، مبيبقاش تقيل، ما بيبقاش ماسك، بينفرد بسرعة. لكن في ان انت تلقي فيه بقى كده من على الصواني، هيبقى صعب بالنسبة لك لانه بيسيح على بعضه في الحر ده. طبعا لكن لو انا حاطه عليه دقيق زيرو، او اللي هو الفينو ده، او اللي هو الدقيق الابيض زي ما بيقولوا، او الدقيق اللي هو المخبوزات اللي هو الفاخر ده، هيربطه شويه، هيعمل له عرق شويه فهيمسك معاه. لكن انا ما ضفتهوش، يعني انا اشتغلت زي ما انا على طول بعمل، بيخليه يعمل عرق ويمسكه شويه كده ويربط، وكمان بيخليه ابيض عن ما كده كمان. بس طبعا الغله ديت الدقيق دوت ده غله، وهم طحنينها هنا في الارياف، فبتبقى حلوة يعني، كده كده بتبقى فاتحة ونظيفة، معروف يعني مصدرها ايه. بس هعمل كل الصواني بالشكل ده ونسيبه يرتاح شوية. بصوا اهي ما شاء الله، عملنا كمان على الطبالي، دي طبلية كبيرة، بسم الله ما شاء الله. سيبناه، بصوا الفقاقيع اللي فيه دي ابتدى يخمر تاني ويرفع. نبتدي بقى ننقف كده واحد واحد ونحط على المطرحة. طبعا الحاجة ربنا يديها الصحة، دي خالتي يا جماعة، ادعوا لها ربنا يديها الصحة، قالت انا اللي هرحلكوا يا ولاد. قلت لها خدها نديناها فرصتها النهاردة يعني، هي اللي ترح. فبقت ترح وتدي بنتها بقى اللي كانت قاعدة على الفرن، تاخد منها وترمي في قلب الفرن. فانا عماله اعد لهم، قلت لهم اكيد انا اللي خبزت، انا اللي عجنت، وانا اللي قرصت، وانا اللي هرح، وانا اللي هقعد قدام الفرن. قالوا لي يعني كل ده مش عاجبك؟ بصوا التقريصه اهي، زي ما انتوا شايفين كده العجين ما شاء الله بسم الله ما شاء الله رفع كده على الصواني اهو زي ما انتوا شايفين. ببتدي القف بقى واحد واحد كده، وابتدي افرده على ايديا الاول، وبعدين احطه على المطرح. انا مقرصه تقريص صغير، يعني مش مطلعين العيش صغير مش كبير، المطرح اصلا اللي معانا صغيره مش كبيره، فعشان كده زي ما انتوا شايفين الرغيف مش بيملى المطرحه كلها لما ما بيترح يعني. بس بسم الله ما شاء الله طلعوا شويه عيش اللهم بارك. مش عايزه اقول لكم يعني على اللي حصل في اليوم دوت. يعني احنا عمالين نهزر في عز ما النور قطع علينا، الميه قطعت علينا، والانبوبه ابتدت تشطب علينا، مش عارفه كل حاجه قفلت معانا في اليوم ده. بقينا نقول يا رب كملها بالستر، خلينا نخلص شويه العجين دول على خير. اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يديها الصحه. طلع بقى عيش منفوخ كده وزي العسل، يتاكل حاف والله. بس طبعا الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها دي ابتدينا بقى خلاص اتعلمنا منها وتفاديناها، فانا حبيت اعرفكم بيها. ليه بقى؟ علشان برضو ما تقعوش في الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، على الاقل احنا عرفنا نعالجها ازاي. بقينا نحط دقيق على رده، جبنا الدقيق بقى نحط على السن ده ونلقف بيه، وكمان نحط منه على المطرح عشان العجين ما يسيحش ويبقى متماسك على قد ما يقدر يعني. بصوا ما شاء الله العجين بينفخ ازاي، الرغيف بينفخ جوه الفرن. بالنسبه للتسويه نسيت اقول لكم، احنا بنوطي القعر، ما بيبقاش عالي، والجوانب بس هي اللي بتبقى عاليه زي ما انتوا شايفين، عشان يحمر وش الرغيف وكمان يرفعه بسرعه. بصوا بسم الله ما شاء الله عامل ازاي العيش، بصوا يتاكل حاف والله. اهو ده كده من قريب برضو حبيت اوريكم. طبعا الايادي الكتير بتسعف معانا. اهو بسم الله ما شاء الله عيش زي العسل. كان اللي بيبرد يعني نطلعه على ملاية يبرد، وبعدين نخلي حد من عيالنا يجي من ورانا يعدي كده ويروح يرصه فوق بعضه ايه
رصاص يعني ايه، قرص قرص فوق بعضه كده، علشان نوسع الباقي اللي بيطلع يبرد. يعني نفرده يبرد، واللي يبرد نحطه فوق بعضه. طبعا بيتعان في اكياس على طول ويتحط في الفريزر. لما تيجي تطلعي منه، بتطلعي منه بقى على قد ما انت محتاجه، على قد ما هتستخدمي. ما شاء الله بيبقى اكنك لسه جايباه، بيبقى طري وزي الفل. وعلى فكره أنا اقول لكم على حاجه كمان، معلومه: كل ما العجين بيكون طري وهو عجين كده على المطرحه، اهو بسم الله بسم الله ما شاء الله، قرص اهو، دي قرص ورا، واللي بنطلعه ينفر، بصوا قراص اهي، يعني مرصصينه فوق بعضه. اللي بنطلعه بصوا ما شاء الله قابب ازاي، اللي بنطلعه يبرد نرجع ايه نرصه فوق بعضه. نسيت اقول لكم، كل ما العجين بيكون طري على المطرحه، ما شاء الله، بيكون طري قوي بعد السوا. يعني الرغيف بتلاقيه طري كده وحلو، ما بيبقاش ناشف، ما بيشدش معاكي. هوريهولكوا بقى لما يطلع دلوقتي. انا حبيت بس اوريهولكوا بيتنفخ ازاي. احنا مصغرين الرغيف علشان ايه، نحطه فوق بعضه كده ونعينه في الفريزر يعني. بس بسم الله ما شاء الله عامل ازاي، والله عيش زي السكر. ويا رب الفيديو يعجبكم، واستنوني فيديوهات كتير. باي باي.